ومن هذا الباب قصة طريفة لبعض العلماء. كان يجلس عنده طلابه، وأحد الطلاب كان له زيادة عقل وعلم، فكان الشيخ يقربه ويدنيه ويحبه، فغار الطلاب، قالوا الشيخ يفضل الطالب علينا فلان، حنا ليه؟ يعني احنا كلنا طلابه، ليش كذا؟ لماذا؟ فأراد ذلك الشيخ بعد ما شعر أن يختبرهم ليبين ويبرهن لهم سبب حبه لهذا الطالب، فقال يوم غد لا درس فيه، وإنما هو يوم راحة لكم، سنخرج فيه إلى البرية، والمطلوب من كل واحد منكم أن يأتي معه بطير بدجاجة، ولكن لتكن حية، لا يأتي بها مذبوح، حتى نذبح ونطبخ ونأكل وتكون فسحة لكم. قالوا طيب. فلما كان الغد كل جاب معه طيرة دجاجته وخرجوا للبر. فلما جلسوا أخذ الشيخ ورقة وقلم وقال اسمعوا، أنا أريد أن أعمل لكم مسابقة طريفة لأعلم أيكم أكثر علما وأيكم أقرب إلي. اذهبوا، كل يذهب إلى مكان بعيد لا يراه أحد ويذبح هذا الطير ويأتيني به، وأول من جاءني سأكتب اسمه حتى أعلم أيكم أكثر سرعة في تنفيذ الأمر وأكثر سرعة في الفهم والبديهة. طبعا تفرق الطلاب، كل خلف شجرة وذاك خلف جبل، وكل ذبح، منهم من ذبح الطير ذبحا كاملا، ومنهم من جرحه وجاء به حي، إلا ذلك الطالب لم يأتي. الشيخ يكتب الأول الثاني الثالث الرابع حتى لم يأتي ذلك الطالب. فرح الطلاب، قالوا اليوم فزنا عليه. فلما جاء بالطير ديك عند حي، ما ذبحه. قالوا بعد ما ذبحته واتيت به وآخر واحد. الطلاب انبسطوا، قالوا الحمد لله اليوم الشيخ ريحنا، هذا دائما يقدموا علينا والآن فزنا عليه. قالوا يا شيخ الكريم، ألم تقل اذبح الطير في مكان لا يراك في أحد؟ والله لقد ذهبت كل مكان وما وقفت في مكان إلا والواحد الأحد ينظر إلي، فرجعت بالطير لأن الله يراني وهو الأحد جل وعلا. فلما أجابهم بهذا الجواب طأطأ الطلاب رؤوسهم وعلموا فضل الطالب عليهم، وبرهن الشيخ لطلابه علة تقديمه لهذا الطالب عليهم. عرفت؟